السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد الله صباحكم بكل خير. سمعنا في الآونة الأخيرة عن موضوع الإعدام أو القصاص بهيثم العدني، الله يرحمه ويغفر له. هذا حق مشروع طبعا، أنه القاتل ما له إلا القصاص. وفي هذه الآونة الأخيرة ما عندنا إلا أن نقول عليه رحمة الله تعالى، والله يرحمه ويغفر له. وأيضا مثل ما يدعى ويقال بأن الأخ العماني المرحوم المغفور له بإذن الله الأستاذ محمد العامري أبو عبد الله بأنه فعل وقال ولديه فيديوهات. أنا هذا الشخص أعرفه معرفة أخوية ومعرفة يعني أخ ومعرفة قديمة، والله الذي لا إله إلا هو أنه هذا الرجل محمد أبو عبد الله العامري رجل محترم، أدب، أخلاق، يعني خدوم. يعني لو تخليه الله يرحمه ويغفر له، لو تخليه على الجرح يطيب. فرحم الله أبو عبد الله. وأتمنى من أخواننا اليمنيين، أتمنى من أخواننا اليمنيين بأنهم يحترموا المغفور له بإذن الله تعالى محمد العامري، وأنه أي كلمة قالت في حقه أنا أحلف لكم يمين بالله لأني أعرف الشخص هذا معرفة شخصية أنه هذا كله كذب وافتراء، وقد سلبت حياته والآن تريدوا أن تسلبوا سمعته. فأقول لأهل الفتن وأهل اليمن ناس عزيزين وغاليين وحاشاهم من هذا الكلام، لكن أقول لأهل الفتن اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في هذا الرجل. الآن لو تريدوا تتكلموا قولوا رحم الله هيثم اسمه العدني، ورحم الله محمد العامري أبو عبد الله. أما أنكم تلفقوا تهم وكذب ما أنزل الله بها من سلطان، فوالله خسئتم أصحاب الفتن وأهل اليمن على العين وعلى الرأس. والموضوع الأخير أتمنى أيضا من أي شخص اللي ما يعرف الشخص هذا ويعرف السالفة هذه، لأن هذه تقدر تقول أنه فيلم هندي، أنه قال لهم عندي فيديوهات وعمل فيه وساوى فيه، وهذا كلام يا جماعة الخير ما صحيح، والله العلي العظيم ما صحيح. الرجل هذا أنا أعرفه نفس أخوي وأعرف أخوانه وأعرف أهله. فمحمد العامري أبو عبد الله بريء من هذا الكلام كله. أما الأفلام الهندية اللي لفقوها على المرحوم أبو عبد الله بأنه عمل فيه وفعل فيه، وشوفوا أنتوا الأفلام أنه أخذوا التليفونات ورموه في البحر. طيب وبعدين عندنا قانون في سلطنة عمان يحرم ويجرم أنه أي شخص يجي إلى سلطنة عمان للعمل أقل من 21 سنة، واسألوا أي شخص. أما التلفيق الكذب والأفلام الهندية هذه تراه ما تمشي. يا أخي حدث العاقل بما يعقل، أما تجيب وتخربق كلام من راسك وتتهم الناس وتشوه سمعة الرجل، لا، هذا الكلام ما صحيح. وأتمنى أيضا من المشاهير اللي في أخواننا في السعودية واللي في اليمن، يعني كأنك أنت الآن تريد تجيب خبر أو خبر جديد وأن أنت عندك الجديد، أنت ما تعرف أي شيء. يعني أنت لو تشوف الأفلام الهندية اللي بيتكلموا عنها رموا بهذا وأنتوا ليش أصلا لما تريدوا تغدروا بالشخص هذا ما واجهتوه وجه بوجه، وإنما طعنات في الرأس من خلف محمد الله يرحمه وفي الظهر، ما خليتوا في مكان اللي ما طعنتوه. وآخر حاجة، والرجال متزوج ترى على فكرة، متزوج في اليمن. أما الكذب والغدرة وهذا والأفلام الهندية اللي بتعملوها لسمعة هذا الشخص مرفوضة. تحياتي في أمان الله. وأخيرا وليس آخرا، رحم الله محمد العامري العزيز أبو عبد الله، ورحم الله الذي قتل محمد ويتجاوز عنه. احنا ما نحب أن نسيء إلى أي شخص، وإنما نذكر محاسن موتاكم بالخير. جزاكم الله خير. وفي أمان الله من سلطنة المحبة والسلام. في أمان الله. ما عندنا لا فتن ولا عندنا نعمل مشاكل مع الناس ولا نتكلم على أي أحد. في أمان الله. تقبلوا تحياتي أخوكم أبو سحيم.